السلام عليكم، كدايرين بخير؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا تمام الصحة، ان شاء الله تكونوا ناشطين فرحانين. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله كما قلت لكم غادي نشارك معكم السفة بطريقة جد سهلة وبسيطة تنجح معكم من اول تجربة. الا كنتي عمرك ما طيبتيها جربي هاد الطريقة وان شاء الله غادي تنجح معكم. الطريقة ديالها راه تجي زوينة. هانتوما البنات، اول حاجه انا ماشي انا تنصايبه لوستيل الصايبه اللي قلت لكم في الفيديو. المرحله الاولى غادي ناخذ كيلو ديال السفه، تاخذوا الكميه اللي بغيتو نتوما. غادي ندير نص كاس ديال الزيت حتى الكاس لارو. خاصنا ديك السفه نشربوها الزيت مزيان بحال هاد الطريقه دي، تبسسوا ديك السفه مزيان في الزيت. والطريقه راه ناجحه البنات، غير جربوها. رتا انا براسي عمري ما جربت السفه، وان شاء الله غادي نجربها ونشاركها معكم. كانت كما قلت لكم راه جربتها مره وحده في حياتي، من تماكي عمري ما درتها. وكنت نديرها ما تتبغيش تنجح ليا، تتبقى على حسب النوعيه ديال السفه، كاين تتعجن كاين لا. وان شاء الله مره اخرى نشاركها، نديرها ونشاركها معكم ان شاء الله. صافي هنا البنات مني بس ديك السفه مزيان في هذيك الزيت، تشربت الزيت مزيان، ضروري تكون هي مشربه الزيت شويه. صافي تندير انا في الكسكاس. وقبل البنات قبل ما تصايبوا السفه خاصكم تكونوا دايرين الماء تيسخن، يكون الماء سخان عندكم في البرمه. حنا راه درناه قبل تيسخن. والسفه هي صافي مباشره تديروها الساعه تفور. صافي البنات دابا غادي ديرها على البرمه بحال هكا تتفور، نخلوها تقريبا البنات 30 دقيقه. 30 دقيقه طيب صافي ومن بعد نحيدوها. المرحله الثانيه البنات غادي نحيدو ديك السفه، غادي نديروها هكا في شي بانيو ولا شي برمه بحال هكا باش نخوف هذيك الماء طيب، تخويف هذيك الماء طيب كامل على السفه بحال هذا الشكل هذا. والماء البنات كتروه شويه في البرمه باش ما تنشف ليكمش من الماء. هانتوما البنات تنخوي عليها بحال هاد الطريقه هذا، وردوا البال ديالكم عندكم تحرقوا. دابا البنات مع الصهد سخونيه وزيدوا السخونيه عرفتي وحمام. صافي بحال هكا البنات. صافي من بعد هذيك الماء اللي السخون اللي تصفى من السفه صافي تنرجعوا البرمه. وتنعاودوا نديروا الماء عاوتاني حيت راه غادي تنشف لينا من الماء. دابا راه درنا نص ديال البرمه تشوفوا راه عامره، حيت السفه راه تشد شويه الطياب. الا كانت نوعيه مزيانه راه تطيب، الا كانت نوعيه تاني كل سفه والشكل ديالها. صافي هنا البنات ملي نشفات من ديك الماء تخويها بحال هكا في القصريه. تتحلها هكا بشويه بشويه حيت راه باقا سخونه، غير بشويه بشويه ماشي تبقاو معكوها. حلو غير بشويه يديكم تخليوها شويه خفيف، ماشي تبقاو معاك تتعجن لكم تما. حلو غير بحال هكا يديكم خلوها خفيفه. صافي هنا البنات تحلو بشويه بشويه تتبرد ليكم. صافي هنا راه هي بدات تخدم بيدها تبردت، راه ما قدرتش تخدم بها سخونه. وهنا البنات غادي ديروا واحد 2 كيسان ديال الماء، 2 كيسان تقريبا، حيت هي تتعمر غير بالغراف. وانا تنعبر غير بعيني، عيني ميزاني. في الاول ديال البنات ما خاصكمش تشربوها الماء بزاف، حتى المرحله الاخرين هي اللي تبان لكم السفه كيف دايره، واش تشرب الماء ولا لا. في المرحله الاولى ديروا تقريبا كاس ونص بحال هكاكي، ما يكونوش عامرين عاوتاني بزاف، عينكم ميزانكم. وغادي ديروا الملحه على حسب الذوق، ما تكتروش السفه، ما تبغيش الملوحيه، ما تكون مالحه ما تكون حلوه. صافي تزيد عاوتاني تكمل بالماء بحال هكا، بقى تلبس ديك الماء مزيان في السفه بحال هكا. بحال هكا البنات تتشرب ليكم. وهنا البنات غادي تزيد واحد 4 كاس ديال الزيت. كل تعاويده البنات تنعاودوها تنديروا فيها الزيت باش ما تلصقش لينا. كما شفتوا البنات درنا الماء تتلبسوا ديك الماء مزيان، ومن بعد تعاودوا الزيت ودرنا الملح كما شفتوا. صافي دابا البنات نعاودوا نديروها في الكسكاس المره الثانيه بحال هكا كيف تشوفوا. وحاولوا من تحطوها البنات ما تحاولوش تضغطوا عليها، حطوا يديكم تكون خفيفه باش ما تضغطوش عليها وتجيكم معجنه ولا شي حاجه، غير خلوها هكا خفيفه ما تبركوا ولا حتى حاجه، حطوها وخليوها. صافي هنا نديروها دابا هنا البنات نخلوه هنا حيت مع زدنا الماء نخلوه تيسخن باش نعاودو تاني نديرو تفور السفه. صافي هنا عاودتنا البنات راه درناها هي. صافي دابا نخلوها حتى هي 30 دقيقه بحال هكا البنات. المرحله الثالثه ها هي البنات من دازت على 30 دقيقه نعاود نرجعها للقصريه بحال هكا. تندير راسي انا زعما انا اللي تنطيب، تنسى دابا ديت على راسي انا تنطيب، ما تنقولش راه هي، راه لوسيه اللي تطيب ماشي انايا، انا غير تنشرح.
هي الصورة وأنا الصوت. صافي هنا البنات تعاود تحلوها بحال هكا، غير تحلوها على ما تبرد ليكم شوية، حيت راه سخونة تكون في الأول، بحال هكا تتحلوها بيديكم بحال هكا، ومن بعد تخدموا بحال هكا. وهنا البنات غادي نبدا تزيد الماء. في الأول البنات هاد راه كاس، ندير لكم غير كاس ديال العنبة. دائما البنات في الأول ما توصلوش تزربوا تبقاو تخفوا في الماء، بقاو دائما لا خفتوا نتوما تبقاو تاخدوا غير الكاس، كاس هكا ديال اتاي، خذوه بقاو ترشوا بشوية 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 تتشوفوا، باش ما تعجلك ما تحجر. راه كاينه الماركه اللي تتعجن، انا درتها واحد المره والله تتعجنات ليا، ما بقى فيها ما يتشاف، حيت ما كنتش ساعه عارفه ليها مزيان تتعجن. خذوا دائما كاس صغير وبقاو خوه بشويه 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 باش تمشيو عينكم ميزانكم. صافي تتشوفوا هنا راه دارت الكاس الاول وشرباتو فديك السفه بحال هكا، تتخوي بشويه بشويه بحال الشكل تديروا كسكسو بحال هكا الطريقه ديالها بحال هكا البنات. يعني نتمنى ان شاء الله يكون كلشي واضح ليكم وتجربوا الطريقه، راه زوينه غادي تنجح معكم ان شاء الله. وجات زوينه بزاف البنات، قلتها لها قلت لها الله يعطيك الصحه والله تتسفى، جات واعره واعره بزاف وجات لذيذه بحال هكا البنات. تبقى تزيد الماء بحال هكا بشويه بشويه، وتعاود ثاني تلبسوا في هذيك السفه مزيان بحال هكا، تيتشرب عاوتاني فيها وتعاود تزيد بحال هكا. تقريبا البنات راه درت كاس ونص حتى لجوج كيسان، كما قلت لكم هي راه تتعبر بالغراب وانا تنعبر بعينيا. صافي هنا البنات درنا الزبيب. تزيدوا الزبيب تديروا الكميه اللي بغيتو نتوما، بين وبين ما يكون كتير ما يكون قليل بحال هكا. تدخلوا ديك الزبيب فهادي في المرحله الثالثه، تدخلوا ديك الزبيب بحال هكا وتكونوا منقينو وغاسلينو، ضروري تكون فيه التراب. صافي هنا تتعاود تاني كذلك الماء البنات بشويه بشويه صافي بحال هكا. ودابا البنات غادي تزيد الزيت عاوتاني، كل تعويده كما قلت لكم تبقى ديروا لها الزيت باش ما تلصق. صافي هنا البنات تدخلوا ديك الزيت مزيان في السفه في المرحله الاخرى. صافي تتعودوا تردوا عاوتاني الكسكاس باش عاوتاني يعاود يتفور عاوتاني مره اخرى بحال هكا. كما قلت لكم ما تضغطوش مزيان على السفه، يديكم خلوها خفيفه وقادو هكا داكشي خفيف بحال هكا الطريقه. صافي دابا البنات غادي نديروها تفور بحال هكا، حتى هي نعطيوها 30 دقيقه باش تفور لينا، 30 دقيقه حتى ل 15 دقيقه على حسب النوعيه ديال السفه. دابا هذه البنات راه تنخليوها 30 دقيقه حتى ل 15 دقيقه، هي راه تتشد تبارك الله الطياب وتتشرب الماء. هذه البنات المرحله الرابعه، ها هي كيف تتشوفوا غادي تعاود تاني تحلها بحال هكا باش تبرد ليكم عاوتاني تسهل عليكم في الخدمه ديالها بحال هكا. دابا راه يديكم ما جاش تجيو تدخلوا يديكم كامله، ضروري ديروا كاشي معلقه باش تفوهوها شويه بحال هكا، اللي بداو الساعه تستعملوا اليد ديالكم بحال هكا. صافي هنا البنات غادي تبدا تزيد الماء، تبارك الله راه شربات الماء نيت هاد السفه هادي، ولكن في الاخر كانت النتيجه زوينه. تتشوفوا البنات في الاول راه درت كاس، ومن بعدها عاوتاني زدت الكاس الثاني بحال هكا. تلبس بشويه بشويه حيت مع سخونه تتخدم بشويه شويه كيما شفتوها من يديها، كيف يبان لكم الشكل كيف تدير. تدخل يديها بحال كتبغي تحرك راه تتعاود تاني تبردها وترجع بحال هكا، وتعاود تاني ترش الماء. درت دابا البنات دارت 2 كيسان في الاول. صافي البنات تتخلطوا بحال هكا مزيان، تدخلوا ديك الماء مزيان في السفه وحاولوا تحلوها بحال هكا بيديكم بحال الطريقه تنصايبوا كسكسو صافي. يعني الطريقه راه واضحه ليكم ونتمنى تجربوا الطريقه، راه تستحق تجربه وتتجي لذيذه بزاف. هيا تاني تتعاود المره الماء الثاني المره الثالثه. درت تقريبا نص كاس ديال الماء، 2 كيسان ونص، شربات تبارك الله تسفى الماء نيت مزيان. هنا البنات خاصة غير واحد شويه غادي نرجعوها طيب، كاين على حسب الانواع ديال السفه، كاين اللي غادي ديري ليها 4 ديال التفويرات، كاين اللي ديري ليها 5. هذه تبارك الله راه درنا ليها 5 ديال التفويرات. صافي بحال هكا البنات. هيا عاوتاني تزيد الماء، يعني غير هذاك الماء اللي بقى في الكاس هو اللي زدت 2 كيسان ونص ديال الماء
وانتم عينكم ميزانكم، كما قلت لكم من تبغيو تصايبوها في الاول ما تجيوش وتكتروا الماء، غير بشويه 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 تتحصلوا على النتيجه. واخا طيبوها المره الاولى تجيكم شويه ما شربش مزيان، مره اخرى تعاودوا ان شاء الله غادي تبقى تنجح معكم. كنت ندير انايا الا ما نجحتش المره الاولى معايا، الثانيه ماشي غير في السفه، في اي حاجه تنبقى تابعه 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 صافي تولي شاده الحاجه ومعلمه ليها. صافي هنا البنات زدنا عاوتاني الزيت 4 كاس شحال هكاك تقريبا، تندخلوها مزيان في هذيك السفه باش ما تلصقش ليكم. كل طفيره كما قلت لكم ديروا الزيت والملح. البنات صافي درناه المره الثانيه، صافي ما تنعاودوهاش. صافي تنرجعوا تاني للكسكاس، ديروا نتوما يا كيلو يا 2 كيلو، غير داكشي تيكون مضاعف. ولا درتو قل تاني تتقلو نص كيلو عاوتاني تتقلو داكشي اللي درنا في كيلو. صافي دابا البنات غادي نديروها تفور المره الثانيه اخرى، ودرنا البلاصيكه بحال هكا البنات حيت تعطلت في الطياب شويه، درنا البلاصيكه باش تزمت عليها شويه باش عاوتاني طيب. نتوما عندكم القفاله ديروها. بالنسبه للمرحله الخامسه البنات راه ما شفتهاش فاش دارت حتى هي راه عاودت لها الماء. المرحله الخامسه عاودت الماء، شويه الماء، وعاودت عاوتاني شويه ديال الزيت، ورجعت ودارتها في الكسكاس، وعاودت زادت عليه عاوتاني فاني. ديروا 2 شاشيه ديال الفاني الا عاوتاني تعاود ترجع تفور. المرحله الخامسه هذه ديروا المرحلات كاملين بحال الزيت والماء. الماء تقريبا البنات ديروه درت في المرحله الخامسه نص ديال كاس، وعاودت بالزيت وعاوتاني درت شاشيه فاني. صافي هادشي اللي كاين. وانتم تقدروا ديروا 4 تويرات، شوفوا على حسب النوعيه ديال السفه. بالنسبه للسكر البنات هي راه ما درتوش في المرحله الاخرى، خلاتو حتى حطيتو حيت خدينا المسوس. ها هو المسوس كيف تشوفي ما يمكنليش نديرو السكر، خلينا تا بغينا نحطو ساعه درنا شويه السكر ودرت شويه الزبده. ساعه كنت نتغدى وما شتاش فاش كانت تصايب السفه، قلت لها ما عيطتيش ليا حشوم عليك نصور هاد اللقطه هادي. درت البنات الزبده ديروا تقريبا شي 2 معالق ونص ديال الزبده، تكون زبده زوينه بحال ديال سانترا بحال هكا. الزبده اللي مزيان ولا ديال الحك تكون النوعيه ديالها زوينه. الزبده صافي وديروا السكر، والسكر تيبقى على حسب الذوق ديالكم نتوما. صافي البنات من بعد تنزينوها تزيين عادي بحال هكا، تديروا التزيين اللي بغيتو نتوما، يبقى على حسب الرغبه ديالكم نتومايا. هنا درنا كاوكاو في الوسط كما شفتوا، ودابا غادي نزينوها بالقرفه، تيبقى تزين حسب الرغبه ديالكم. نتمنى ان شاء الله الطريقه تكون واضحه لكم وتعجبكم الطريقه وتشاركوها مع الناس اللي تتعرفون باش تهمو يستافدوا. الطريقه راه تجي زوينه بزاف، وجربوها راه كلشي واضح. وتانا ان شاء الله غادي نجربها وغادي نشاركها معكم ان شاء الله. وصلنا هنا، نتمنى ان شاء الله ينال الفيديو الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. وبالتوفيق الجميع ان شاء الله.